كل صانع محتوى على اليوتيوب عنده هدف واحد، انه الفيديو بتاعه يوصل لأكبر عدد من الناس ويجيب له مشاهدات. انا عارف الاحساس والاحباط ده كويس، لما تنزل فيديو وتستنى الارقام تطلع وفي الاخر تلاقيها يدوبك بالعافية 100 مشاهدة ويوقفوا على كده ويمكن اقل. بس انا جاي اقول لك مفيش من الكلام ده نهائيا. الموضوع له حظ وله لعبة، الموضوع كله خطوات واستراتيجيات وافكار وخوارزميات كمان. ومش هقولك اهتم بالصورة المصغرة ولا الكلمات المفتاحية وبس كده. الطرق دي كلها الناس عرفتها القديمة، صور مصغرة، كلمات مفتاحية. أنا جاي النهاردة أكلمك عن 5 طرق فعالة وحرفية وغيرت شكل المشاهدات عندي. أنا عندي قناة جيمنج لشخص من المديرين اللي أنا بدر لهم قناتهم، ومن ضمن ال5 طرق اللي انا هكلمكم عليها دلوقتي قدرت احقق اكتر من 10,000 مشاهدة في القناة ديت من ضمن القنوات اللي بنديرها. فلو عايز تعرف ال5 اسرار اللي انا شخصيا عملتها، وريني بقى اهتمامك دلوقتي باللايك الجميل والاشتراك، ويلا بقى نخش بالموضوع على طول. الطريقة الاولى، بدل ما تستهدف كلمات مفتاحية عليها منافسة عالية، انا عايزك تستهدف كلمات بس يكون عليها منافسة عالية وفي نفس الوقت بشكل مختلف. يعني مثلا محتوى جيمنج، بدل ما تقول افضل لعبة جديدة نزلت في 2025، الكلمة دي مليون واحد بيعمل عليها فيديوهات. لا، انا عايزك تستهدفها بس باللغة الانجليزية او بطريقة احترافية. يعني ايه؟ يعني كلمتين 3 4 يكونوا محددين جدا، والمنافسة عليهم تكون قليلة جدا. زي مثلا حل مشكلة السيرفرات في لعبة كذا بعد تحديث كذا. طب انت عمرك جربت تعمل الفكرة دي؟ اكيد لا. حل مشكلة السيرفرات في لعبة كذا، لعبة معينة. دي كلمة معلهاش طلب عالي وده اللي احنا عايزينه، ولكن كلمة فعلا لو شخص شافها عليها كلمة مستهدفة، وهيكون عليها طلب عالي جدا ومستهدفة بعد التحديث الاخير. او افضل اعدادات هيد شوت للعبة كذا على موبايل كذا، برضو دي كلمات مفتاحية وانت ممكن تستهدف كلمات زي كده. يعني انت عندك خيارين، يا اما تستهدف حل مشكلة السيرفرات في لعبة كذا بعد التحديث الاخير، طبقها بقى انت على الاتنين، او افضل لعبة كذا على هيد شوت كذا في موبايل كذا. بس كده. الناس اللي بتدور على الجمل الطويلة دي بيكونوا محتاجين المعلومة بالتحديد، فلما اليوتيوب يقترح لهم الفيديو بتاعك، نسبة النقر للظهور CTR بترتفع، وقت المشاهدة بيطول، علشان انت الفيديو بتاعك بيكون هو الإجابة اللي الناس بتدور عليها. ودي كانت سر من أسرار الفيديو اللي ضرب عندي وجاب 10,000 مشاهدة. أما تاني حاجة، استراتيجيات الإجابة السريعة في أول 15 ثانية. حل مشكلة المشاهدات في أول 15 ثانية من الفيديو، ودي أهم حاجة بعد الصورة المصغرة والعنوان. المشاهد دخل على الفيديو علشان عنده سؤال أو مشكلة عايز حلها. لو انت فضلت ترغي في المقدمة أو تعمل انترو طويل، هيزهق وهيخرج، واليوتيوب بيفهم انه الفيديو بتاعك مش مفيد تماما. فانت لازم تقول في البداية النهاردة هوريك ازاي تتخلص في الحاجة الصعبة دي من البداية بطريقة بسيطة جدا، ويلا نوريكو وكده. فبصراحة انت كده بتكون اختصرت ده كله، وفي كلام تاني موجود في السكريبت اللي انا هكلمه لكم بس خلاص. فطبعا لو اتكلمت بالطريقة التانية اللي هي السلام عليكم ازيكم عاملين ايه، المشاهد هيخرج ويطلع. فانا عايزك ما تبداش في السلام عليكم عليكم السلام وكده، كده المشاهد بيخرج. اما لو بداتها النهارده هوريك كذا كذا كذا، المشاهد هيفضل معاك ويكمل معاك. فهمتني؟ فبالتالي معدل الاحتفاظ بالجمهور في اول 30 ثانيه هو المفتاح لاقتراح فيديوهاتك على اليوتيوب. اما تالت حاجه، انشاء المحتوى المترابط المتسلسل. ما تخليش الفيديوهات بتاعتك تكون نقطه واحده، اعملهم جزء من سلسله. لما المشاهد يخلص الفيديو بتاعك هو يشوف فيديو تاني ليك على طول. ازاي؟ اربط الفيديوهات ببعض. يعني لو بتتكلم عن طريقة زيادة المشاهدات زي الفيديو بتاع النهاردة، ممكن تقول في اخر الفيديو في فيديو اللي جاي هنتكلم عن ازاي تعمل صورة مصغرة تجبر الناس انها تدوس عليها غصب عنها. الربط ده بيخلي المشاهد يتزود من المعلومات ومتوسط مدة المشاهدة،
وكمان اليوتيوب بيحب ده جدا جدا لانه بيخلي الناس تقعد وقت اطول على المنصات. اما الطريقة الرابعة، الترويج المستهدف على اي منصة، الترويج المباشر. يعني انت اللي هتروج، مش مجرد شير على الصفحة الشخصية، لا انا عايزك تروح على الجروبات والمجتمعات اللي مهتمة بمحتواك بالضبط، واعمل بها مشاركة قيمة وليس مشاركة اشتراك. ويعني لو الفيديو بتاعك عن أفضل 5 طرق لكسب العملات أو الفلوس في لعبة كذا، روح على جروب اللعب ده على الفيسبوك بيكون موجود أو ريديت. وكمان انا عايزك تقول لقيت طريقة جامدة ازاي تكسب فلوس وانت بتلعب، وتحط لهم رابط الفيديو بتاعك وهم يدخلوا يسمعوه. اما الطريقة الخامسة، تحليل الأداء بعد 48 ساعة والبحث السريع. الطريقة الخامسة والأخيرة، ودي حركة المحترفين، وهي مراجعة الأداء بعد 24 ساعة وتعديل الحاجات اللي اليوتيوب بيخسرك بها من المشاهدين. يعني بعد ما الفيديو ينزل بيومين أو بيوم، أنا عايزك تروح على إحصائيات الفيديو وتشوف حاجة اسمها نسبة النقر للظهور. لو قليلة أقل من 4 أو 5%، لازم تغير الصورة المصغرة والعنوان فورا. معدل احتفاظ الجمهور، وعايزك تشوف بالظبط المشاهدين خرجوا من الفيديو بتاعك بأي نقطة زمنية. لو لقيت المشاهدين خارجين بمدة قريبة أو مدة معينة، أنا عايزك إنك تعدل منها بالفيديوهات الجاية. وفي النهاية دي كانت ال5 طرق اللي أنا شخصيا اعتمدت عليها علشان أكسر حاجز 10,000 مشاهدة في قناة الجيمنج بتاعتنا. فالموضوع مش سحري، الموضوع كله شغل وتحليل وأفكار وابتكار. فأنت لو بدأت من النهاردة هتنجح. واكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو شايف إنه الفيديو ده فيه معلومة فادتك فما تنساش تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومجرد بشوفكم بالفيديو الجاي، وباي باي. وتذكر دي قناة رمز الفكرة، قناة اللي بتجمع بين الإبداع، تطوير ذات، نجاح مالي.